جماعة، عندنا ترند مولع. الإعلامية مها الصغير طليقة النجم أحمد السقا متهمة بالسرقة. القصة بتبدأ لما مها الصغير الإعلامية والفنانة اللي نعرفها حضرت حلقة من برنامج معكم منى الشاذلي، وقالت: أنا بحب أتعامل بالفن والرسم، ودي لوحة رسمتها عن المرأة. وبعدين عرضت اللوحة على الشاشة كأنها بنت إيديها، وقالت: أنا رسمت لوحة للسيدة اللي بتحس بالحرية، وده شغلي. لكن الواقع، الصورة مش من إيديها، طلعت بتاعت فنانة دنماركية اسمها ليزا لاش نيلسون، كنترول بلاس سي من اسكندنافيا. ليزا شافت المقطع وصرخت: دي لوحتي Made Myself Some Wings من 2019، لا اسمها اتذكر ولا إيفن علامة مائية. بعدها فنان إيطالي كمان دخل قال: وأنا عندي 3 لوحات مسروقة برضو. بقى عندنا باكج سرقات متعددة الجنسيات. مها خرجت لايف وقالت جملة واحدة: أنا غلطت في حق نفسي والفنانين، وكتمت المايك. لا تعويض، لا ذكر خطة تصحيح، ولا حاجة. والسقة في النص. ناس قالت: إزاي إعلامية كبيرة تقع في الغلطة دي؟ وناس جرت أحمد السقا للترند. يا ترى كان عارف ولا فوجئ زينا؟ السقا لقى نفسه في منطقة الفار من غير ما يشوط كورة. ليه السرقة دي وجعت؟ اتذاعت في برنامج شهير قدام ملايين. تجاهل حقوق فنانين دوليين بيفضحنا عالمياً. الشهرة مش حصانة، مهما كان عندك مشاهدات، جوجل إيمج موجود. الحقوق الفكرية مش رفاهية، الاسم لازم يتحط، وإلا الاستوديو يتحول لمحكمة. يعني حتى لو رسمة ب3 لايك في انستجرام. يا مها، السرقة في الفن مش زي لقطة ما بتتعادش تاني. لو عايزة ترسمي، ارمي الخط من دماغك مش من بنترست. ولو غلطتي، الاعتذار حلو، بس الحقوق ليها كريدت رول لازم يتكتب كامل.